في هذا اليوم المخصص للإمام العباس خرجت هذه الجموع لتطالب بحقوقها المسلوبة من خدمات، وأن الكاظمية سجن أطواق كثيرة. فمن أمام ضريح الإمامين الكاظمين بأعلى أصواتكم: كلا كلا للأطواق، الأصوات أعلى. نريد أن نسمع بأصواتنا جميع العالم. تقولوا كلا كلا للأصوات، كلا كلا للأطواق. نعم أحبائي، نكرر مطالبتنا بالخدمات. هذه مدينة الإمامين الكاظمين ما زالت حزينة وما زالت تئن من السجن الكبير. متى تكون هذه المدينة كباقي المدن؟ بالتالي لابد أن نوحد الكلمة ويكون صوتنا عالي بضرورة أن تكون هناك خدمات، أن تكون هناك مياه وكهرباء وإعمار. الأمنية الكاظمية في سجن، فالكل يطالب بتحرير الكاظمية. نعم لحرية الكاظمية. أحبائي، خرجنا بمظاهرة ووقفة ومن ثم وقفة أخرى، واليوم موكب باسم الكاظمية يطالب بالحقوق المسلوبة. الكاظمية لابد أن تكون نموذج لمناطق بغداد. كاظمية سجينة، كاظمية أسيرة. الكاظمية تحتاج إلى نهضة إعمار. أين الإعمار؟ نشاهد في المناطق الأخرى إعمار كبير هنيئا لهم، لكن نريد أيضا في هذه المدينة إعمار. فقولوا نعم نعم للكاظمية، نعم نعم للكاظمية، نعم نعم للكاظمية، نعم نعم للكاظمية، نعم نعم للكاظمية. بارك الله فيكم.